نحن عندنا في عقيدة أهل السنة أن البيعة لولي الأمر. بايعنا ولي أمرنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا، هكذا أمرنا، وهو أصل قائم بذاته كما يقول شيخ الإسلام: لا يجوز الخروج على ولي الأمر، ومن مات وليس في بيع عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا معتقدنا معشر أهل السنة. ولا بيعة لولي آخر إلا ولي أمرنا، ومن خرج وأراد أن يفصل الوطن فهو خارجي، سواء كان من البغاة أو غيرهم. من أراد أن يخرج على ولي الأمر أو دعا إلى إقامة دولة أخرى فهو خارجي يجب أن يحارب. نسأل الله أن ينصر جنودنا القائمين على حدودنا. لا تنسوهم من دعائكم. راه شحال من جندي كاين على الحدود وكيراقب باش ما يتسللش عند كثير من الناس، والله لو تمكنوا منك لذبحوك. نسأل الله أن يوفقهم، أعني الجنود ورجال الأمن ومن يسهرون على أمننا. نحن ما كنستناوش المراتب ولا المراكز ولا الوظائف ولا إن أعطينا رضينا وإن لم نعطي لم نرضى. لا، هذه عقيدتنا، وهذا والحمد لله. وقد خرجنا بهذه العقيدة سالمين، لم نتلوث بدماء المسلمين ولا بأعراضهم، بينما دعاة التهييج والخروج انظروا ذهبوا يلعبون الكرة في بلدان وتركوا المسلمين والعياذ بالله في الفتن والقلاقل والقتل وانتهاك الأعراض، ومكنوا الروافض والأنجاس من الاستيلاء على بلدان المسلمين. ماذا جنوا من ثمارهم تعرفونهم.